اهلا وسهلا بكم في برنامج الاخضر مع الكاس، البرنامج اللي راح يحطكم في الصوره باذن الله خلال فتره مشاركه منتخبنا الوطني في مونديال قطر 2022. اعلن حساب المنتخب السعودي عبر منصه تويتر قبل عده اسابيع القائمه النهائيه التي سيخوض بها مونديال قطر، وقد شملت القائمه انضمام 26 لاعبا من مختلف الانديه. 12 لاعبا من الهلال كأكثر فريق استدعى منه لاعبين، يليه النصر ب6 لاعبين، ثم الشباب ب3 لاعبين، وبعد ذلك الاتحاد بلاعبان، وأخيرا بلاعب وحيد من نادي الفتح. ظهر اللاعب فهد المولد كما ترون في القائمة النهائية، ولكن الصدمة بعد أقل من 24 ساعة تقرر استبعاده بقرار احترازي بعد الاطلاع على مستجدات استئناف لجنة المنشطات الدولية، وتقرر استدعاء لاعب الوسط نواف العابد بديلا عنه. وفي لقطة فريدة من نوعها وكنوع من الدعم، اللاعب هتسام باهبري يختار أن يلعب بالرقم 19 وهو رقم زميله فهد المولد. أكدت مصادر بأن اللاعبين حسن تنبكتي ورياض شراحيلي لم يشاركا في الميران الجماعي مساء يوم أمس السبت، حيث اكتفى الأول تنبكتي بميران خاص برفقة الجهاز الطبي، فيما يعاني شراحيلي من إصابة عضلية. انتهينا وإياكم من أخبار منتخبنا الوطني، وأما الآن دعونا نتحدث عن نظير منتخبنا الوطني في المباراة القادمة أو المباراة الأولى في مونديال قطر، وهو المنتخب الأرجنتيني. مصادر ترصد ليونيل ميسي وهو يتدرب بحالة انفرادية، وآخرون يتوقعون القائمة التي سيخوض بها سالكوني مباراة السعودية. بالعزيمة والإصرار تنتصر الصقور. كل الآمال والتوفيق لمنتخبنا الوطني في مواجهته الأولى أمام الأرجنتين في مونديال قطر. مهدي عبد الله، صحيفة الكاس. السلام عليكم.